السلام عليكم. القوات المسلحة تطلق عملية برية واسعة في كردفان. واليوم طبعا كانت بداية العملية. الأيام اللي مضت كان عبارة عن استحسيرات في أبو زبد والفولة وغيرها من المناطق. اليوم القوات المسلحة والقوات المساندة الأخرى تقدموا بمحورين. أولا تم تحرير منطقة كازجيل اللي هي بالقرب من الرياش. وكازجيل يا جماعة بتبتعد أقل من 20 كيلو والحمادي، ومن الحمادي للدبيبات برضو في الحتة دي 20 25 كيلو. يعني نقدر نقول القوات المسلحة الآن يعني متقدمة بثبات اتجاه الدبيبات اللي تحدثنا عنها كثيرا وقلنا هي المفتاح لأنك تصل السنجكاية من ثم تخش مدينة الدلن. بعد ده بيسمح لك إنك تتقدم غربا اتجاه ولاية غرب كردفان، بس إنك تساند القوات الموجودة في بابنوسة. وأيضا القوات المسلحة والقوات المساعدة الأخرى تقدموا اليوم اتجاه منطقة أو محلية دم حاج أحمد اللي بتفصلها من بارا اللي هي الزريبة فقط، بعدها مباشرة بارا. طبعا دي كلها انتصارات سجلت اليوم، زائد انه في حشود ضخمة من القوات المسلحة دخلت اليوم الى كردفان، ودي كلها تجهيزات لاجتياح كامل. نتمنى انه التنسيق ده يكون كبير جدا والمعارك دي تكون مستمرة. الآن نحن بدينا بمحورين، باقي المحور الثالث اللي هو صميمة الخوي النحوت. اليوم دم الزريبة بارة، بعديها جبرة الشيخ، من ثم السيطرة على طريق الصادرات بالكامل. وأيضا المحور الآخر اللي هو جنوب الأبيض اللي هي الرياش كازجيل الحمادي الدبيبات سنجوكاية من ثم مدينة الدلن. اليوم كانت مرحلة كويسة وتقدم كويس، حيعقب تقدم أفضل في الأيام المقبلة، وإن شاء الله يتوج بتحرير الدبيبات وفك الحصار الندلج وكذلك تحرير بارة وجبرة الشيخ. وبكده نكون سيطرنا على أهم طريقين اللي هو طريق الصادرات والطريق اللي بيربط ما بين الأبيض والدلج. بعد ده التقدم خربا اتجاه القوي والنهوض من ثم اتجاه دارفور، وكذلك من الناحية الثانية التقدم اتجاه الفولة والمجلد وغيرها من المناطق في ولاية غرب كردفان. طيب الحاصل شنو في بابونوس؟ اليوم ما في اشتباكات، ايضا يوم امس ما في اشتباكات. في تدوين بيحصل من ميليشيا الدعم السريع داخل الفرقة، والفرقة بدورها بترد ونظفت واستعادت بعض الارتكازات والمناطق المتقدمة. وأيضا المسيرات شاركت في تدمير منصات إطلاق مسيرات أو إطلاق. نقدر نقول العملية اللي بتقوم بها القوات المسلحة دي مفيدة جدا للفرقة 22 بابنوسة، لأنه ميليشيا الدعم السريع يعني حتبدأ في تفزع قواتها الموجودة في الدبيبات أو في أي منطقة أخرى، وده بيسمح للقوات في بابنوسة بأنها تنفتح وتساند الجيش في مناطق واسعة. ده الكلام احنا عايزينه، وده الشيء اللي بطمئن وبخلي نقول احنا بابنوسة كده حتصمت، وبإذن الله سبحانه وتعالى حيبدأ منها تحرير كافة الأراضي السودانية. تحية لكم جميعا، لا تنسوا تشيروا المقطع.